أيوة أنا ابن راجل جزار وأقولها بفخر، وطول حياته عايش ما حسسنيش بالقهر، بس أول ما مات حسيت بقلبي ترمى معاه في القبر. أبويا كان جنة الله على الأرض، كان عايش وما كنتش أشيل الهم، كان هو اللي يشيل وما يقولش حتى لو بينزف دم. أيوة كان محبوب وهزاره فضل لحد الشيبة، من ضحكته يتعرف وكان ليه هيبة وعمرها ما تطلع منه أي عيبة. كان كل حلمه يشوفني عريس، وكان دايما يقول لي اطلب واتمنى كل اللي تحتاجه في الدنيا أكنك في الجنة. كنت عيل يومها ومش عارف غير الله، بس حسيت بكسرة فيا أول ما قالولي عنده مرض القلب. كان عقلي محتار وكنت في أكبر حيرة. ساعتها قلت يا رب هتحصل حاجة النهاردة ولا هنام في حضنه الليلة. كان ينام وأنا ما نمشي، كنت أحط ودني على قلبه لسه صاحي ليلة. كان يصحى الصبحية أقول أحمدك يا رب اديتني أجمل هدية. لفينا على الأطباء ما لقينا الدواء، حسيت بظهري حنى ودراعي اتلوى. كان كل يوم يقول لي ياد موتي هيكون الجمعة، كنت أهزر معه وأقول له أصلا شيخ، طب قول لي أنهي جمعة؟ قال لي والله الجمعة وهو وحده يعلم أنهي جمعة. يوم 24/3/2017 كنت أنا بعيد وسبحان الله كان يوم جمعة. تليفوني يومها رن، سمعت صراخ يهد جبل، بيقول لي أبوك مات. ما عرفتش أقول عجزت الكلمات. كان كل هم النظرة الأخيرة والسلامات. وسمعت يومها بودني بيقولوا صحيح اللي خلف ما مات، ما هو مهما كان الصغير الرجال في الأزمات. صلينا عليك وكانت جنازة مهيبة، وكنت ماشي أفكر مين يقول لي دي صح ودي عيبة. وصلت بيتك الأبدي يا أبو قلبي لون وردي، ما تنسانا في الأحلام، ما هي دي الباقية وذكراتك الحلوة. ببعت لك السلامات وكفاية علي يقولوا صحيح اللي خلف ما مات.